سلام في وصفة جديدة. وصفتنا لليوم هي حلوى جديدة بقوام مختلف عن الحلويات اللي مضارين نجربوهم. قوام ما بين الجاتو العادي والكيك، وتقطع لنا كمية كبيرة حوالي 50 حبة. في المكونات البسيطة الموجودة تقريبا في كل منزل. عندي الفرينة قسمتها على قسمين، راح تعرفوا عليه في طريقة التحضير. عندي كاكاو البني، السكر، حليب اللي يكون ساخن تقريبا قبل ما يوصل لدرجة الغليان، زيت، خميرة الحلويات 2 كيس، صفار بيضة. كمرحلة أولى في إناء رايحين نديرو الحليب اللي يكون حامي، نضيفو عليه السكر والقسم الأول من الفرينة اللي كانت في الكاس نضفناها. نخلطو هاد المكونات حتى نتحصلو على قوام يكون يشبه قوام البانكيك ولا قوام الكريب. نخلو هاد الخليط على جهة حتى يبرد لنا شوية، يعني يصبح دافئ. بعد ما الخليط ولا عندي دافي، ضفت عليه الزيت وصفار بيضاء، ورايحة نخلط هاد المكونات مليح حتى ينسجم لينا الخليط. ثم نضيف الكاكاو اللي اكيد لازم نخلوه حتى نتفاداو انه نلقاو كرات من الكاكاو في الحلوى تاعنا. نخلطو مليح حتى ينسجم لنا الكاكاو. ثم نبداو نضيفو في الفرينة رايحين نضيفوها على 3 مراحل. في المرحلة الأولى نضيفوها هي وخميرة الحلويات، ولازم أكيد ننخلوهم حتى نتفاداو كرات الفرينة، وخاصة كرات اللي تكون ناتجة عن خميرة الحلويات. نخلطو فقط بملعقة، ثم نضيفو الكمية الثانية من الفرينة، ونخلطو أيضا بالملعقة، ملعقة خشبية. ثم نضيف الكمية الأخيرة اللي تبقات لنا من الفرينة، ونلمو العجينة بأطراف الأصابع. وهذا هو القوام اللي تحصلنا عليه. ندو كمية من العجينة ونحطوها على كيس بلاستيكي غذائي، ونغطوها أيضا بكيس بلاستيكي غذائي. ونكونوا رشينا كمية بسيطة من الفرينة. ثم نفتحوا الحلوى تاعنا للسمك يكون تقريبا 1 سنتيمتر. ثم ننزع الكيس البلاستيكي اللي على فوق ونقطعه بحسب الاشكال اللي انا باغينها. انا قطعتهم الى دوائر بهذا الشكل، والقطعات اكيد نحطوهم في الفرينة ثم نستعملوهم حتى ما تلصقش لينا العجينة في القطعة. ونكملوا بنفس الطريقة مع كل العجينة المتبقية. نحطوهم في الصينية اللي تكون مرشوشة بالدقيق ولا مغلفة بورق الطهي، وندخلوهم الفرن مسخن سابقا على 180 درجة رف أوسط. راح ياخدوا تقريبا 10 دقائق. كي ندخلو عود الأسنان في حبة الحلوى تاعنا ويخرج ناشف،
نطفوا النار ونخرجوهم من الفرن. بعد ما خرجتهم من الفرن خليتهم يبردوا، ثم نجو للمرحلة الأخيرة واللي هي مرحلة اختيارية لكن تعطي الحلوى الطعم ولا أروع. حضرت كلاصاج اللي هو سكر ناعم سكر جلاس مع كمية من الحليب، ورايحة نغطس كل حبة في هذا الكلاصاج وندير طبقة تكون خفيفة. ثم نعاودو نشعلو الفرن تاعنا لمدة 10 دقائق حتى يحمى مليح، نطفو عليه ثم ندخلو الحلوى تاعنا. يعني كي ندخلو الحلوى تاعنا للفرن النار راح تكون طافية لكن راح تكون كاينة حرارة حوالي 5 دقائق حتى ينشف لينا هذا الكلاصاج. وهذه هي الحلوى نتحصلوا عليها حلوى تتميز بقوام جد رائع، بنة ولا أروع. يعني قوام هذا يكون ما بين الكيك كما راكم تلاحظوا قوام البسكوي العادي مع طبقة الكلاصاج زادتها بنة على بنة. نتمنى حقا تجربوا هذه الوصفة المميزة اللي راح تعجبكم أكيد، وتخلوا لي اللايك والاشتراك. نلتقي في فيديو جديد إن شاء الله. سلام.